ضايع، وبرضه كان في اعتراضات بشده وعلى اثرها تم طرد الكابتن احمد العجوز المدرب العام لطلائع الجيش، وفي الدقيقه السابعه من الوقت بدل الضائع، يعني عقب انتهاء الوقت اللي احتسب 6 دقائق في بدايه الدقيقه السابعه تمكن خالد ربيع من احراز الهدف الثاني للداخليه من تسديده قويه وسط الزحام داخل منطقه جزاء الجيش ليحرز هدف التعادل. وعقب المباراه كابتن خرج الحكم وطاقم التحكيم بالكامل في حراسه الشرطه بعد ان حاول اكثر. يعني ده هو جيش وداخليه يعني. بامانه يا كابتن انا كان قاعد كان يجلس هنجيب له مين يحرس اكتر من دول يعني. حكم الدوري السابق والكابتن عزب حجاج مراقب المباراه الحكام، وكانوا يعني ابدوا استيائهم لان المباراه فعلا تأزمت. يعني كان في قرارين حاسمين يا كابتن، كان في ركله جزاء للداخليه اعترضوا بشده، جائزه فن الداخليه كانت واضحه تماما لم يحتسبها الحكم، وبعدها مباشره احتسب ركله جزاء مشكوك تماما في صحتها، وكانت ثوره الجهاز الفني لفريق الجيش، وكان ال10 دقائق الاخيره حماس غير طبيعي من جانب. بشكرك يا مدحت شكرا جزيلا. استاذنكم اروح لفاصل.